صورة الثورة في البحرين. هل أنت يجب أو أخاف أن؟ بالنص ما في زر. خصوصا أنه أنت بتحملي الجواز البحريني. بتشرف فيه، بتشرف فيه من جلالة الملك. يجب أن أو هذه ثورة على جلالة الملك. وأنت داعمة الثورات وداعمة الديمقراطية وداعمة حقوق الشعب. نعم، يجب أن نعرف أنه مو كل دولة بعالمنا العربي بيقدروا شعبها يقوموا ثورة إذا ما كان عندهم الحجة القوية البليغة. أنا من الناس اللي أحترم دول الخليج وأقدر تماما. لا إطلاقا، أنا إلي مصلحة مع كل العالم. يعني إنه أنت مع الانقلاب على النظام بسوريا وبمصر وبكل العالم العربي، بس البحرين لا، لأنه أنا في علاقة بالبحرين، أنا عم بحكي علاقة بتجمعني مع أو صداقة مع جلالة الملك. يعني يا ريت أتشرف فيها بس ما في صداقة، أتشرف فيها ما في صداقة. أنا بيجمعني صداقة مع أقارب لجلالة الملك. نعم. بتشرف فيها، بس كمان أنا تجمعني صداقة مع أقارب بشار الأسد. نعم. صداقة أكبر وعمرها أطول. أنت مع الثورة في البحرين ولا لا؟ لا. ليش لا؟ يعني يمكن لأني ما فهمتها، ويمكن لأني أنا بعرف قديش الشعب. يمكن لأنه الثوار في البحرين من طائفة تختلف عن طائفتك؟ إطلاقا. أولا يعني أنا ما فهمت أساسا سبب الثورة، يعني واسمح لي اقول لك. يعني عم بيطالبوا بحريه، عم بيطالبوا انه هي طلعت بنفس وقت ثوره سوريا. طلعت، فنحن كثير انغمسنا بتفاصيل ثوره سوريا ومصر بما انه ساكنين فيها. ما بعرف، انا بحس كثير الخليجيين قياده وناس يعني من بحس كثير قلبهم على الناس، عطاءاتهم كثيره. يعني وبحس نحن ببلادنا يعني انا اتخيل كل اللي عملتيه بهالحلقه من اولها لاخرها، كل المصداقيه اللي انحكى فيها بتصور بهيدي اللقطه. لا معلش، اسمح لي بينت انه مصلحه أصالة فوق كل اعتبار، إذا فوق كل ثوره، فوق كل ديمقراطيه، فوق كل حريه. كيف مصلحتي أصالة؟ كان في على فكره، شفتي شو مشكلتنا ما جاوب على سؤالك اطلاقا. شفتي شو مشكلتنا نحن؟ هيدي مشكلة. لا، انا ما بسمح اطلاقا انك تقلي موضوع طائفي. أنا ما قلت طائفي. لا، أنت بتقول موضوع طائفي. أنا قلت مصلحة، أنا قلت ممكن يكون موضوع طائفي. لا، ولا مصلحة ولا طائفي إطلاقا. إنه أنت مع كل الثورات بالعالم العربي إلا بالأماكن اللي عندك مصلحة مع الأنظمة فيها. لا، ما فهمنا لأنه هدفها ما فهمنا. ويمكن لأني أنا بحس إنه هدول الشعوب قديش عطائين، هدول القيادات قد ايه عطائين مع شعوبهم. بدي منك هلا، إحنا هذا اللي بدنا إياه من قياداتنا.